صباح الفل على كل حبايب قلبي، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا كلكم بألف خير وصحة وسلام. النهارده يا حبايبي انا هعمل كبسة على طريقتي بقى. بصوا، دي اللحمة انا غسلتها كويس جدا وقطعتها قطع صغيرة، وبشرت بصلاية. تمام يا حبايبي. وعندي هنا الكركم وجنبه الكيس الصلصة. ماشي يا حبايبي. وطبعا الحاجات الجميلة انتوا شايفينها، القرفة الخشب، ورق اللورا، والليمون المجفف. طبعا بقالي ساعتين انا غسلت الرز كويس قوي البسمتي، وبقالي ساعتين نقعاه، لازم يتنقع ساعتين يا حبايب قلبي. تمام. دلوقتي يا حبيباتي هحط معلقتين زبده، انا سايبه بس الحله تنشف على النار، واحط معلقتين زبده وهبدا انزل بالبصل. تمام كده. البصل هيكرمل يعني 10 دقايق كده، وبعد كده هنزل باللحمه. تمام يا حبايبي. وهعمل كل الحاجات دي وهوريكم، طبعا هتبقوا معايا ان شاء الله، وهوريكم هنعمل الكبسه ازاي النهارده على طريقتي انا بقى. انا دلوقتي حطيت معلقتين زبده كبار. تمام يا حبايبي. ونحط معاهم شويه زيت صغيرين كده. ماشي. تمام كده يا حبايبي. وهننزل بالبصل دلوقتي يا حبايب قلبي. انا حطيت البصل زي ما قلت لكم. تمام كده. هنسيبه بس 10 دقايق، وبعد كده ننزل باللحمه. خليكم معايا كده. البصل زي ما قلت لكم اهو يا حبايب قلبي، كرمل اهو. تمام. ويعني خلاص يعني كده. نحط اللحمه بقى علشان ما يحمرش مننا. ثانيه واحده كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين اهو، احنا دلوقتي بقى هنحط القرفه الخشب. تمام. وهنحط ورق اللورا والليمون الحبه هنا. ماشي يا حبايبي. هنقلب بقى كله كده في بعضيه اهو. فلفل اسمر ما يكونش كتير. تمام. وهنحط بهارات لحمه برضو. بص قد ايه، على طرف المعلقه عشان ما تمررش اللحمه. ماشي يا حبيباتي. وهنقلب كله في بعضه كده، نسيبها بقى لما تستوي خالص، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني يا حبايب قلبي. شايفين يا حبايب قلبي شكلها عامل ازاي؟ مش عايزه اقول لكم بقى ريحتها عامله ازاي. ريحتها جامده قوي وبتشهي بصراحه، جميله جدا. هغطي عليها بقى، وهوطي على نار هاديه خالص لما تستوي اللحمه، وبعد كده هنحط بقى باقي التفاصيل يعني. خليكم معايا ويا رب تعجبكم بقى. والله الفكره دي من دماغي انا، ما بحبش اقلد حد اصلا، بس قلت ان انا هعمل حاجه كده جت في دماغي، فان شاء الله هتعجبكم يعني باذن الله يا حبايبي. شايفين يا حبايب قلبي شكلها عامل ازاي؟ بصراحه ريحتها جامده جدا، بسم الله ما شاء الله، يعني جميله قوي قوي قوي. هي لسه اهي. ومنزله الصوص بقى بتاعها، شكله جميل قوي وريحته تحفه. اهي في الحله اهي. اهي. شايفين يا حبايب قلبي؟ انا اديتها كوبايه ميه. ماشي. كل طبعا ما بصوا يا حبايبي، كل ما هتشرب الميه هتديها كوبايه ميه كمان. بس شكلها عامل ازاي؟ شايفين؟ اهي. منزله صوص جميل جدا. هي خلاص قربت تستوي. ماشي. وداخله على السوا يعني. بعد كده بقى هننزل بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. خليكم معايا، هوريكم كل حاجه ان شاء الله يا حبايبي، ان شاء الله تعجبكم يا رب. بصوا يا حبايب قلبي اللحمه عامله ازاي. بصوا في التشويح، وطبعا الصوص اللي هي منزلاه ده احنا هننزل فيه الرز وهنشوحها بيه شويه. ماشي. بس شكلها عامل ازاي. كل ما تبقى تنشف تحطي كوبايه ميه عليها وتغطي عليها وتهدي النار. كل ما تنشف منك وتشرب الميه تهدي عليها خالص. ماشي. وطبعا مفيش ملح خالص، ما تحطيش ملح يعني. الملح ده بيتحط في الاخر خالص لما بنحط الرز البسمتي بقى والحاجات عليه. بنحط كل حاجه بقى احنا عايزينها يعني، الكركم طبعا، وفي حاجات كده هنحطها انتوا هتشوفوها معايا. بس انا بس قلت اوريكم شكلها قبل ما انزل الرز. شايفين يا حبيباتي؟ خليكم معايا بقى. قبل ما ننزل بالرز هننزل طبعا كيس الصلصه ده كده. ماشي يا حبيب قلبي. ننزل كيس الصلصه ده، وطبعا هنقلب اللحمه كلها عشان تاخد بس من نفس الصلصه، وبعد كده هننزل بالرز. دلوقتي يا حبيب قلبي انا نزلت بالرز، حطيت الملح، حطيت برضو حبه فلفل اسمر صغيرين، وطبعا ده الكركم. ماشي يا حبايبي.
الكركم اهو، وهنقلب بقى تقليب مظبوط. دلوقتي انا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه، دلوقتي انا بشوحها في الصوص اللي هو نازل من اللحمه. ماشي يا حبيباتي، الصوص اللي نازل من اللحمه ده بفضل اشوح فيها شويه كده، يعني 5 دقايق مثلا او اقل ممكن، وبعد كده بديها بقى الميه بتاعتها واسيبها لما تستوي، وبعد كده هرجع لكم تاني. يا رب تعجبكم يا حبايب قلبي. بصي يا حبايب قلبي اهي، انا برضو سايباها من غير ميه، تمام. بشوح فيها وافضل يعني اقلب فيها شويه لما تشرب من الصوص بتاع اللحمه، وطبعا البهارات والحاجات اللي احنا حطيناها في اللحمه. وبعد كده هنديها الميه بتاعتنا بقى، المقدار بتاعها ما تكتريش، لازم تظبطي ايدك في المعيار بتاع الميه عشان لا يعجن ولا ينزل مقصر منك. ماشي يا حبيباتي، وهيستوي بقى وهغرف وهوريكم بقى التركه الاخيره. يا رب يا رب يا رب يعجبكم البسمتي بتاعنا. والله يعني هو ما انا ما جبتش حاجه من، يعني بصوا كله من تفكيري انا من دماغي انا، يعني اللي انا عملته ده آه، كل اي حاجه اتحطت، كل اي حاجه اتعملت في من اولها لاخرها ده من تفكيري انا ومن دماغي انا. خلاص يا حبيباتي، حطينا الميه بتاعتها المقدار اللي هيسوي الرز البسمتي، وهنغطي عليها بقى تخلص ان شاء الله ونغرف. هنوريكم بقى شكلها عامل ازاي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. حبايب قلبي الكبسه استوت تمام، وهنروح بقى نغرف بقى وارجع لكم تاني. بصوا عايزه اقول لكم نفسها جامد قوي قوي قوي. هغرف واوريكم بقى التريكه الاخيره، ومعها طبق سلطه جميل جدا هيفتح النفس. ويا رب تعجبكم يا حبايب قلبي يا رب. كده يا حبايب قلبي الكبسه خلصت، ده كان اختراعي النهارده وطبعا عملنا طبق سلطه جميل يفتح النفس اهو، الليمون المخلل طبعا ده حاجه جميله قوي، عاملينه هنا في البيت. لا هنقول بقى سعودي ولا ياباني، الأكلة دي من أفكاري، والله من أفكاري. بعد إذنكم لو سمحتوا بجد حبايب قلبي كلكم، بحبكم والله. ما تنسونيش في اللايك، انا عارفه ان شاء الله ان شاء الله انا واثقه فيكم جدا عشان انا بحبكم كلكم، وعارفه ان انتوا هتعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه هينورني وعلى راسي من فوق يتفضل يشترك في القناه، وتدعموني باللايك يا حبايب قلبي. وربنا كده يا رب يخليكم كده ليا كلكم، اللي يعرفوني واللي مش يعرفوني كلكم، والله انا كلكم بحبكم. يا رب الغدا بتاعي النهارده اختراعي وتأليفي النهارده يعجبكم يا رب ان شاء الله. ماشي يا حبيباتي، يا رب اشوفكم على خير وبكل خير وبصحة وسلامة وسعادة كلكم يا رب. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.